من جريدة الأهرام: مخطط تركي لضرب استقرار مصر، تدريب الشباب على نشر الفوضى تحت شعار التغيير. إلى متى نعم. تستمر هذه الأساليب والألاعيب لضرب الاستقرار المصري؟ ومن وجهة نظرك إيه هو الرد المصري الأمثل في التعامل مع الأسلوب التركي؟ بص، هو الأتراك حتى قبل 30 يونيو كان سيحدث هذا الخلاف، لأنه ببساطة شديدة تركيا بتلعب في ملف المحور الآخر، يعني بمعنى أنه هي وتل أبيب وأمريكا بتحاول بشكل أو بآخر أن يكون في محور موازي، يعني معادي لفكرة المحور العربي اللي هو المصري الخليجي. واخد بالك؟ وهتلاحظ حضرتك أنه يعني شيئا فشيء بتتضح ملامح المحورين أو ملامح التحالفين. وبالتالي ما تفعله تركيا انا بتصور انه يعني حتى هي لم تمارس هذا باحترافيه، وانما يعني في حاله من حالات المراهقه السياسيه عندما يعني يقع رئيس دوله ويقف يرفع اشارات بعتقد انه دي حاله من حالات المراهقه السياسيه. وهذه المراهقه السياسيه لا تصيب مصر والمنطقه العربيه فقط، وربما تكون يعني امر ايجابي جدا بالنسبه لصانع القرار المصري، لانه يرى ذلك بوضوح، يرى هذا العداء بوضوح. وبالتالي مثل هذه المخططات اتصور انه حتى ما كشف منها في فكره انه ياخدوا يدربوا منظمات يعني اهليه مصريه هناك على فكره الديمقراطيه من جديد. يعني انا اعتقد انه يعني تركيا نفسها هي التي بحاجه الى تدريب مؤسسات المجتمع المدني لديها لاحداث هذا التغيير في تركيا نفسها. لانه ببساطه شديده التجربه الديمقراطيه في تركيا عندهم تجربه اقتصاديه يجب يعني ان نعترف بان لها تفاصيل مهمه، يعني استطاع انه يحقق نتائج مهمه طفره مهمه، عمل طفره مهمه في الاقتصاد. بس انا عايز اقول حاجه مهمه قوي برضو، لانه يعني زرت تركيا اكثر من مره، فيه مشكله هناك شبيهه بما كنا نعانيه قبل 25 يناير. في مصر في قبل 25 يناير كان معدل النمو فيها مرتفع، يعني وصل الى 7%، قرابه 7% في اخر. ما فيش عداله في توزيع الدخل. بالظبط بالظبط. انت حضرتك تستطيع انك تتلمس ده ببساطه شديده جدا اذا ما مضيت في الشوارع، لما تلاقي عمال المقاهي والمطاعم والناس اللي واقفين على محطات الباصات لن تجد فيهم احدا يبتسم. نفس حاله التجهم التي كانت منتشره في مصر قبل 25 يناير. وانا سالت يعني عدد من هؤلاء الشباب، وكانوا في معظمهم بيعبر بغضب شديد عن الحزب الذي ينتمي اليه طيب برضه عفوا. وكانوا بيتهموا انه يعني فكره النمو الاقتصادي ايضا هناك هي فكره توصيل الشرايين الى شرائح الدنيا في المجتمع غير موجوده. وبعضهم كان بيقول يعني زوروا القرى سترون ما هو يعني ابشع من ذلك بكثير. وبالتالي دي التجربه الاقتصاديه. التجربه السياسيه تجربه فيها نوع من المراهقه. انت في النهايه خالص امام